Radio MTI. يصبح خير على كل مستمعينا في كل مكان في برنامجنا فنجان قهوة. ميعادنا كل خميس وجمعة من 1 ل2 على راديو MTI إذاعة تحدى الجميع. النهارده معاكم تغطية خاصة جدا على أحداث مسبحة ليبيا. ومعانا النهارده دكتور محمد المنشاوي نائب رئيس وكالة الشرق الأوسط ومحلل الشؤون السياسية. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخيرات حبيبي. صباح الخيرات جميعا لك ولكل مستمعينك. امين يا رب. صباح الخير لحضرتك. صباح الخير يا مارينا. وصباح الخير على كل مستمعينا، واحب اعزي كل اسر الشهداء وكل المصريين على الاحداث اللي حصلت. وما تنسوش تتصلوا بينا على رقم 011 1760 1760 وتشاركونا وتسمعونا على راديو MTI اذاعه تحدى الجميع. نروح نسمع اغنيه ونرجع لكم تاني. حبيبتي بلدي وحشاني
ولسه مستمرين تغطياتنا الخاصة جدا على الأحداث مسبحة ليبيا على راديو MTI، وبيشرفنا دكتور محمد المنشاوي، نائب رئيس وكالة الشرق الأوسط ومحلل سياسي. أهلا بحضرتك مرة تانية. أهلا بيك يا مريم. حضرتك أنا عاوز أسأل حضرتك الأداء الإعلامي على تغطية الأحداث دي نجح في إن هو يغطيها بشكل سليم ولا لأ؟ بالتأكيد. الأول بنعزي أنفسنا، بنعزي أسر الشهداء، شهداء ليبيا والشهداء في كل مكان على الجبهات المصرية وداخل مصر، اللي بيسقطوا دفاعا عن الشرف وعن الأمانة وعن حب الوطن وعن الوطن ومقدراته في كل مكان. تعاطفي الشديد معهم مع أسرهم، وبنقول إن هم بيقدموا خدمات جليلة ورائعة من أجل الوطن والدفاع عن هذا الوطن. بالنسبة لسؤال حضرتك فيما يتعلق بأداء الإعلام والإعلام في الميزان فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة الخاصة بحادث البشع اللي تعرض له مواطنين في ليبيا، الإعلام بصفة عامة هذه الأيام ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير في الأسف عليه علامات استفهام كثيرة جدا، وفي نوع من التخبط أحيانا، ونادرا ما نلحظ ونلاحظ أن القلة القليلة هي التي تؤدي بشكل أفضل وموضوعي ودون تهور ودون الوقوع في مجال الدعاية المقرضة أو الأنباء الخاطئة والكاذبة. فللأسف الإعلام البعض منه كان متهور وأدخل نفسه في بوتقة صانع القرار. بص تلاقي بعض القنوات الفضائية أو الأماكن الإعلامية بصفة عامة بتملي إرادتها وقراراتها على صانع القرار، بتقول له اعمل كذا، وهذه ليست وظيفة الإعلام. الإعلامي الحقيقي هو الذي يغطي الأحداث من كافة الجوانب دون تدخل من جانبه، لأنه ليس تحليلا سياسيا لكي يحلل، بطريقة حيادية بطريقة موضوعية بالضبط، ودون أن يقع في براسن الدعاية ودون أن يلعب دور ليس بدوره. للأسف منذ من إفرازات الثورة، وأن الثورة كانت رائعة وأيقونة العالم، إلا أنها أفرزت أيضا ممارسات إعلامية سيئة جدا. وإحنا عارفين أنه حتى بعض المسميات طلعت نشط سياسي ونشط حقوقي ونشط من غير نشاط، وكل يدلي بدلوه. وطبعا في ظل كثرة القنوات الفضائية وكثرة وسائل الإعلام بيبقوا للأسف للبعض بيحاول يملى مساحات زمنية، ولكن بيتعرض في اتجاهه لملء هذه المساحات الزمنية على الهواء إلى أنه بيستضيف ناس ليسوا مؤهلين للتعليق على الأحداث، وفي نفس الوقت بيبثوا سمومهم واتجاهاتهم السياسية دون وعي وإدراك، وبالتالي الضحية هو المستمع والمشاهد الذي يتلقى رسائل مغلوطة، رسائل سيئة، رسائل ليست في محلها. تمام. حاجة قناة الجزيرة من وجهة نظرك؟ قناة الجزيرة ده وضع مختلف تماما، إنها دي قناة تابعة لدولة مارقة. تمام. دولة للأسف هي بابت، يعني ألعوبة في يد القوى الكبرى. وقطر قبل ما حينما تناقش قناة الجزيرة ناقش الوضع الذي فيه والأسرة التي تمتلكها والمكان الذي تنتمي إليه. فقناة الجزيرة لسان حال الإرهاب بصفة عامة. فقطر هذه الدولة الصغيرة دولة مارقة، دولة أرادت أن تصنع لنفسها اتجاه حتى لو كان على حساب الأمن القومي العربي، حتى لو كان على حساب الأشقاء العرب، حتى لو كانت على حساب الهوية العربية نفسها. فقناة الجزيرة هي لسان حال القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، أجهزة الاستخبارات الأمريكية، أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، حتى الجهاز الاستخبارات القطري، وإن كنت أعلم أنه يعني ليس بصورة يعني يستحق أن يطلق عليه جهاز استخبارات. فهي قناة تابعة لأسرة حاكمة تعودت على الانقلابات. هذا الأمير القطر الحالي انقلب على أبوه، وأبوه انقلب على أبوه، فهذه أسرة تعودت على الانقلابات بصفة عامة. فلا بد أن تنتج قناة بهذه المواصفات، مسلطة على كل ما هو عربي. وهي أصلا دي قطر دي دولة محتلة، دي لا برلمان ولا جيش ولا مؤسسات مدنية، دي مجرد أسرة حاكمة تمتلك قناة
وعندها قاعدتين مؤجرتين لأمريكا، شارع وكشك. فهي للأسف لابد أن تنتج هذه النوعية من الوسائل الإعلامية. طب لو حضرتك في يوم مثلا، معلش أنا آسفة قطعت حضرتك، لو حضرتك بقيت حضرتك وزير إعلام، كنت يعني وحضرتك أو مكان وزير الإعلام دلوقتي، كنت هتغطي ازاي الأحداث؟ وكانت قناة الجزيرة دي كنت حضرتك هتمنحها؟ قنوات عامة يعني، أو القنوات عموما اللي بتحرض وبتشجع الناس إن ده حصل بالفعل، ده حصل بالفعل في دول أخرى. إنه أي قنوات محرضة، حتى تركيا مارست هذا الدور بالفعل مع دول زي الدنمارك والعالم. يعني هي لابد أي قناة محرضة لابد أن يتخذ إليه ضدها إجراءات. تمام. ده أمن قومي لا أتركه لمن. تمام. أمن القومي لا أتركه للآخرين لكي يعني يلعبوا فيه. تمام. أو يؤثروا فيه سلبا. فيما يتعلق بقناة الجزيرة لابد أن تتخذ، وأنا كتبت في هذا المجال كثيرا جدا، وأطالب به صانع القرار المصري أنه يتخذ إجراءات ضرورية مثل ما فعل الآخرون في أوروبا. صح. ضد القنوات التحريضية. تمام. لا أترك الساحة لقناة. تمام. لا أترك الساحة لقناة تلعب في مقدرات شعبي وتؤثر عليهم سلبا. تمام. هنكمل مع حضرتك معايا تليفون ونقول ألو. الو. صباح الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك. مساء النور. ازي حضرتك؟ تمام. نتعرف باسم حضرتك؟ عبد الرحمن حسام. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. معانا النهارده استاذ دكتور محمد المنشاوي، نائب رئيس وكالة الشرق الاوسط ومحلل الشؤون السياسية. تحب توجه له حاجة؟ طبعا. تمام. في البداية انا برحب بكتير جدا. انا دايما بسمع اذاعة راديو MTI لكن ما كنتش بشارك فيها في الحقيقة، لكن حبيت بس ان اشارك الحلقه دي باهميه موضوعها بالنسبه للاحداث اللي بتحصل. يعني خليني في الاول بس يا فندم اوضح 3 محاور اساسيه احب اتكلم فيهم سريعا. الاول طبعا اللي حصل وقتل وذبح اخواتنا المصريين، ده جريمه لا يقبلها اي دين او لون او جنس. وبعيدا عن اي كلام انشائي يا فندم، في المحور الاول عايز اتكلم فيه، وهو ان تنظيم داعش ده ملوش اي علاقه بالاسلام، يعني والاسلام بريء منه تماما يعني. تمام. وكلنا عارفين النقطة دي، المسيحي والمسلم عارفين النقطة دي، فدي نقطة لا خلاف عليها يعني. تمام. اللي عايز اركز عليه برضه يا فندم، وده محور اهم بكتير قوي عايز اتكلم فيه، ان يعني ايه هم داعش واهدافهم ايه يعني. داعش دي طبعا اعتقد هي صناعة، طبعا وجهة نظري يعني، هي صناعة امريكية لخلق حرب شرق اوسطية وانتشار الفوضى في المنطقة العربية كاملة يعني، خاصة بعد الربيع العربي اللي حصل في السنوات اللي فاتت دي. تمام. يا فندم عفوا حبيت بس توجه السؤال حضرتك ليه على طول. انا شايف يعني كنت عايز اسال الاستاذ الكبير يعني حاليا دور مصر هتقدر تعمل ايه في الفتره اللي جايه دي، خاصه ان سوريا دلوقتي خلاص اتدمرت والعراق خلاص بيتم انهائها بشكل كامل. دور مصر وايه الدور الاستراتيجي اللي ممكن تلعبه مصر في الفتره اللي جايه دي؟ ده السؤال محتاج اعرفه دلوقتي. ماشي، شكرا لحضرتك. شكرا جدا لحضرتك. اهلا بالضيف وبسؤاله. هو طبعا دور مصر بالفعل بدأته وبتبدأه، ومصر حاليا، مصر السيسي بأمانة تعلم دورها كويس، وتعلم أهم من دورها، تعلم التحديات التي تواجهها من كل جانب، وتعرف أن هناك لعبة كبيرة من جانب دول عظمى استعصت عليها مصر في الوقت الذي لم تستعصي عليها سوريا ولا ليبيا ولا اليمن. ولكن هذه القوى العظمى تعلم جيدا أن مصر بجيشها العظيم تستطيع أن تدافع عن نفسها تماما طبعا، كما تستطيع بالفعل أن تدافع عن هويتها العربية إذا ما طلب منها ذلك. فيما يتعلق بقول الضيف الكريم عن داعش، هي بالفعل تنظيم خرج أولا من عباءة الإخوان المسلمين، وبيمارس نفس التطرف ونفس اللعبة السياسية ونفس اللعبة الهدامة ضد وطنه وضد أوطانه وضد الهوية العربية بصفة عامة. هذه اللعبة بيستخدمها الأمريكان والإسرائيليون ومن يدور في فلكهم، مثل ما هو موجود أصلا فيما يتعلق بتركيا. وأنا بتساءل، هو داعش هذه الإمكانيات الضخمة وهذا التسليح الحديث، التمويل بتاعهم هذا التمويل يأتي من أين؟ بالتأكيد معروف أن هناك أجهزة استخبارات كبيرة وراء هذا التنظيم لكي يقوم بنفس الدور الذي فشلت فيه الولايات المتحدة الأمريكية بأن تأتي على مصر وعلى الدول المتماسكة مثل مصر.
وده اللي هنتكلم فيه بعد الفاصل. يلا كلمونا على 011 1 760 1 760 وتابعونا واسمعونا على الفيسبوك ساوند كلاود يوتيوب. ونطلع فاصل سريع ونرجع لكم تاني. ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينك يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة الآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة الآخرها من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. رجع لكم تاني مستمعينا في كل مكان. ما تنسوش تكلمونا على 011 1 760 1 760 وتابعونا وتسمعونا على الفيسبوك ساوند كلاود يوتيوب. راديو ام تي اي. راديو ام تي اي. طب خلينا نكمل مع حضرتك تاني ان قطر هي يعني موضوع قطر او قطر ما زالت قطر بتعمل ضد الاجماع العربي بصفه عامه. تمام. اخرها كان امبارح، مش الكلام ده، اخرها كان امبارح حينما وقف مندوبها في داخل جامعه الدول العربيه وعلى ارض مصر. تمام. ويتحفظ على قرار جامعه الدول العربيه امس في بند او فيما يتعلق باحقيه مصر في الدفاع عن نفسها. يعني انا بستغرب. يعني ذبح لمصر 21 مصري بدم بارد، وبيرفض هذا المبعوث القطري على أرض مصر حق مصر في الدفاع عن نفسها. فمصر يعني مصر قطر معروف من هي هذه الدولة، هي تعمل ضد الإجماع العربي في كل المحافل الدولية وحتى داخل المحفل القومي العربي وهو جامعة الدول العربية، وبتاخد أوامرها من أمريكا بالتأكيد، لأنها زي ما قلت دولة محتلة يا جماعة. صح. دولة بلا دولة. صح. لا شعب ولا برلمان ولا دي مجرد أسرة حاكمة تمتلك قناة بتسلطها، عاملة زي أنليش دوجز. يعني كلمة أنليش دوج معناها اطلق الكلاب. أيوة. هي أنليش دوج فيما يتعلق بتطلقها إلى الأنظمة العربية للأسف. يعني تحاول تفتت التجمع العرب زي الأول بالتأكيد. فهي بتحاول أن تبحث لها عن دور، ليتها للأسف يعني هناك دول صغيرة بتبحث عن دور إيجابي يقوم الناس تفتكرها بيه، لكن هذه الدولة بتبحث عن دور سلبي وإنها بتستخدم من قبل دول كبرى غريبة عن المنطقة وأجهزة استخبارات كبرى بعيدة عن هذه. تمام. خليتي الموضوع تاني، مقتل 21 شهيد. أنا في حاجة من السؤال عايز أسأله حضرتك محيرني الصراحة. دلوقتي القوات المصرية الجوية ما ضربتش اي حاجه من داعش غير لما اتقتل منها 21 واحد. طلعت القوات الجويه الفجر ضربوا معسكرات داعش، مع كده هم عارفين مواقعهم ومعروف كل حته ان جماعه داعش جماعه ارهابيه. طب ليه ما عملوش كده قبل ما يموت لنا حد؟ ما ينفعش الدول لا تدار بهذا الاسلوب يا استاذ احمد. يعني اولا ليبيا دوله ذات سياده. تمام.
فكونك انك انت تقوم بعمل عسكري ضد دولة ذات سيادة دون ان يكون قد اصابك اي شيء منها، ده لابد ان تحترم. ده منطلق مصر. مصر طول عمرها جيش مصر شكل، تعرف ان هو اقدم الجيوش هو شكل من 1815 او قبل ذلك ب4 سنوات. وعشان تعرف ان جيش مصر، معلش انا بخرج وارجع تاني، جيش مصر له طبيعه وسيكولوجيه خاصه. فهو حينما انشا محمد علي جيش مصر، الجيش الاول اتعمل ثم اتعملت الدوله والكيان. في جيش مصر له وضع خاص، ليس جيشا طائفيا، هو خلق للدفاع عن ارض الوطن وعن الهويه العربيه، ولا يعتدي ولا يغزو. هذا الجيش ليس جيش غازي ولا جيش معتدي، بيدافع بس مدافع. هنا انت بتقول انه يعلم تعلم مصر كل شيء، وتعرف الخريطة جيدا، وتعرف أين هؤلاء الخبثاء، أين هؤلاء الإرهابيين. لكن احتراما لإخواتنا وأشقائنا في ليبيا لا نعتدي على أحد. ولذلك احنا انت الناس بتستغرب انه الفجر في نفس اليوم ضربنا لأن كنا نعلم، عارفين كل حاجة. لكن احتراما للسيادة الليبية لا نعتدي إلا إذا اعتدي علينا. ومن هنا كان القرار سريع مش بتهور، بدراسة ومتأنية وبتنسيق مع الجيش الليبي ومع إخواتنا اللي هم المحاربين الإرهاب في ليبيا. فلابد القرارات السيادية، قرارات الدول لا تؤخذ بالتهور، لا تؤخذ اعتباطا، لكن تؤخذ باحتراما لسيادة الدول وبتأني شديد جدا. ولأنه مصر بتضع في اعتبارها برضو المجتمع الدولي. لكن الآن الليبيين نفسهم بيطالبوا باستمرار هذه الضربات، أكيد. لأنهم يعلمون جيدا أن بلدهم تحولت إلى مستنقع مليء بوحل الإرهاب. فمن هنا كان الإجماع العالمي والداخلي بردود الفعل الإيجابية ردا على الضربات الجوية المصرية. بس أكيد ما ينفعش بعد ما يحصل كده إن احنا نسكت بقى خلاص، يعني احنا بس نضرب شوية ونسكت، لا احنا لازم يا اما ننهيهم خالص برضو. يعني أقول لك حاجة ما اكذبش عليك، أنا مش مقتنع إن هو لازم حد أضرب عشان أضرب، ما دي جماعة إرهابية يعني. وين قال لك إن هم توقفوا عن الضرب؟ هم مش هتوقفوا أكيد. بالتأكيد. فأنا في تصوري إن دي لها حسابات، وأنا أثق في صانع القرار المصري، وأثق في توجهاته، وأثق في قدرته على اختيار الوقت المناسب. مش هنعمل زي السوريين كانوا بيضربوا الإسرائيليين أكيد وأيام زمان قوي، ويقول لك لا إحنا هنرد في الوقت المناسب. لا، إحنا فعلا حينما نقول أننا نرد في الوقت المناسب بنرد في الوقت المناسب. ولذلك الضربات جابت أكلها، يعني معناها أثمرت، كانت بدقة متناهية، وقتل منهم ما يتراوح ما بين 100 إلى 150، واتقبض على كمان أسرى، يعني قبضوا على أسر. والأرقام اللي أنا بقولها دي أنا لم أقولها من مصريين، ولكن الليبيون أنفسهم هم الذين يذكرون هذه الأرقام. وأنا في تصوري إنه دي رسالة قوية من جانب مصر ومن جانب الرئيس السيسي ومن جانب الجيش المصري. لا، دم المصري غالي جدا أكيد، ولن نفرط فيه أبدا في أي لحظة وفي أي مكان. وجيش مصر هو الزراعة الطويلة التي ستقتفي أثر كل إرهابي، ليس في ليبيا فقط ولكن في ليبيا وفي حماس وفي كل مكان أكيد. طب تحليل حضرتك يعني الفيلم اللي اتعرض لموت 21 واحد، طريقة التصوير، طريقة لبسهم، النظام، الساعة اللي كان لابسها، التقنية كمان، التقنية يعني كان إخراج كفيلم، يعني كان تقنية غريبة. بتفق مع الكلام اللي أنا قلته. ده تصوير هوليودي، يعني تصوير ذو إمكانيات ضخمة، وبإخراج محكم وبتدريب حتى على التصوير. يعني الكلام ده كله ده يؤكد أن هناك أجهزة كبرى وراء هذا العمل. وبيتم يعني تهريب هذه الأجهزة التصوير والكلام ده كله من خلال البحر. تعرف حدود الليبية كبيرة جدا، فيستطيع أن يهرب إليها الأسلحة وكل شيء والأفراد وعمل. طب ما هم يعني الإرهابيين ظهروا بملابس سوداء، وإخواننا المصريين ذهبوا بملابس حمراء. طب في قبالة الساحل الليبي البوارج الأمريكية والإيطالية والفرنسية والبريطانية على السواحل الليبية في داخل، ألم يروا هذا؟ أقمارهم الصناعية ألم ترى هذا وترصد ذلك؟ أكيد. دخل المصورين بكاميراتهم الرهيبة دي والكلام ده كله إزاي؟ أكيد. فهناك أجهزة وراء هذا العمل، وأجهزة غربية وأمريكان وأتراك
وبدعم قطري مارق تمام. للأسف خائن ضد هذه الهوية العربية بصفة عامة تمام. وضد ليبيا. وليبيا أصبحت دلوقتي مرتع للإرهاب. تمام. وللأسف هناك حكومتين وجيشين وفيها كذا ميليشيات وحاجات ميليشيات أكتر. بعدد رأسك. تمام. تمام. وللأسف في يعني حتى بوكو حرام هتنضم ليهم والجماعة بتوع مالي من تحت. فأصبحت ليبيا ما لم نقف كعرب وكمصريين وكليبيين أنفسهم تمام. في وجه هذه المنظمات، ستتحول ليبيا على اتساع مساحتها الكبيرة جدا إلى مستنقع يؤثر سلبا على العالم العربي كله. أكيد. وليس على مصر وحدها. أكيد. سؤال الأخير في الموضوع ال 21 شهيد، هيتحلل ازاي هدوءهم، هدوء أعصابهم، مفيش أي تعبير يعبر إن هم خايفين أو في محاولات هروب مثلا أو أي حاجة، اللي هم مستسلمين بطريقة فظيعة؟ لا، هو اللي حصل في الموضوع ده والبعض ممكن يكون ما خدش باله ان هم عملوا بروفا واثنين وثلاثة واربعة على الموضوع ده، فاصبح اخونا المصري الغلبان يا عيني مخدر فاكرها بروفا ويرجعوا تاني. تمام. فتم ذبحهم فورا. فهي هذا الهدوء الرهيب، لان للاسف الجماعة الداغشيين دول عملوا لهم بروفا على التصوير مرة واثنين وثلاثة، زي ما عملوا مع الطيار الاردني. تمام. نفس النظام، عملوا له مره بروفا واثنين على التصوير. فتبص تلاقي للاسف اخونا الشهيد رايح يعني فاكر انها بروفا ويرجعوا تاني، فتم عمليه الذبح مره واحده. الله يرحمه. فللاسف هنا كان حته الهدوء، لانهم يعني هم فعلوا هذه الفعله الشنعاء بدم بارد وبشكل حيواني وغير انساني، ليس للدين فقط، لا لكل ما هو إنساني بصفة عامة. أكيد. تمام. طب خلينا ننتقل لجزء تاني. الإعلاميين دلوقتي كانوا في الوقت أول ما طلع الفيديو وقالوا الخبر بتاع استشهاد 21 ابتدوا هم يحرضوا الجيش وبيقولوا يلا يعني بيأمروا الجيش، زي ريهام السعيد أول ما شافت الخبر اللي هو الفيديو كده راحت كتبت على البيج بتاعتها على الفيسبوك اضرب يا سيسي أو اتحرك يا سيسي. ده ينفع ان دور الاعلام يبقى بالطريقه دي؟ ما ينفعش زي ما قلت لحضرتك، دور الاعلام يبقى محرض ويضع نفسه مكان صانع القرار. لو انت كاعلاميه نسيتي دورك كاعلاميه وحطيتي نفسك مكان صانع القرار، يبقى انت بترتكبي خطا كبير جدا، تخرجي الاعلام عن وظيفته. انت ما عليك الا تغطي الحدث وتحللي الحدث، لكن ان تتخذي قرار من خلال الاثير او من خلال شاشة التلفزيون فده خطأ شديد جدا، لانه بتحولي الاعلام الى مشارك في صنع القرار المباشر، وهذه خطأ. يجب ان نعطي الفرصة لصانع القرار انه يشوف احداثياته ودراساته. نعم اقول رأيي برد فعلي هادئ، لكن ان امر صانع القرار بان يتخذ قرار هذا خطأ شديد جدا جدا، لانه ده شغلة الجيش، هو الذي يختار الاحداثيات المناسبة والوقت تمام. المناسب. تمام. ده حرب، ده قتال. انا افهم ايه كاعلامي في القتال، في الحرب، في الجبهة. ده مسرح عمليات يا جماعة. اكيد مسرح عمليات اتدخل فيه اقول له اضرب يا سيسي ليه؟ هيضرب قطة؟ لابد ان اعطي الفرصة على صانع القرار انه يتخذ الوقت المناسب. مش ده حتى فيها احداثيات رهيبة جدا. ايه فاهم ريهام سعيد ولا الاسماء اللي انت قلتيها؟ وتوفيق عكاشة برضو كان قبلها بفترة ساعة في 2014 كان بيدي اوامر. توفيق عكاشة راجل طيب يعني. هو راجل وطني ولكن بشكل يعني مختلف ما. يعني يجب على الإعلام ألا يخرج عن كونه وسيلة إعلامية فقط، لا يهيج، لا يقرر، ولكن يغطي بموضوعية شديدة ولا يتهور. والمذيع اللي بيطلع ده عمرو اسمه بيطلع يقعد بصوت عالي جدا. الإعلام ليس صوت، للأسف يا جماعة هو ده إفرازات ثورة 25 يناير، إفرازات سيئة. انه طلع لو انت صوتك عالي وبتشتم ناخدك في الفضائيه. لابس الحديد نفس الكلام، هم اصلا كانوا موجودين قبل ثوره 25 يناير، كانوا موجودين قبل الثوره وموجودين بعد الثوره وموجودين في الثوره. هم بتوع كل الازمنه، هم بتوع كل الازمنه يعني ممكن يعني ياكلون على مختلف الموائد. اي حد للاسف يعني الاعلام الهدوء والموضوعيه مطلوبه في التغطيه الاعلاميه. ليه يا جماعه؟ لانكم بتشكلوا راي عام. لو شكلتوا راي عام خطا بتودوا البلد في داهيه. اكيد. التحريض خطأ. طب ما هو ده اللي بتقوم بالجزيرة كذب. يعني حتى في التصوير الفني
ما هو انا كوسيله اعلاميه معاديه انا ممكن اروح اغطي الحدث من منظور غير ما اكون وسيله اعلاميه بخاف على امن القوم. وسيله اعلاميه معاديه وسيله اعلاميه معاديه بروح انا ممكن من منظور معين بكاميرا معينه اخلي ال 15 واحد 5 مليون واحد في مظاهره. تمام. هو ده اللي بتعمله الجزيره يا جماعه. تمام. هو ده التغطيه السيئه، التغطيه اللي لها اهداف خفيه. فيجب على الاعلام التحري الموضوعي، ولا يستضيف امثال الناس اللي هم الهوجائيين دول اللي هم تجار الشنطه دلوقتي في الاعلام. اصبح بعض الكثير من الاعلاميين بقى تاجر شنطه، هو يخش عشان يدخل حلقه بفلوس، يخش من الفضائيه دي على الفضائيه دي تاجر شنطه. بالزبط. واصبحنا نسمع عن مسميات غريبه جدا زي ما قلت لكم في اول حلقه. أيوة. ناشط سياسي وناشط حقوقي فعلا. واللي بيناشط من غير نشاط ويحط شويه فاسدين على شعره فعلا. ويلمعهم عشان يلمعوا على شاشه التلفزيون. هذه النوعيه التي تستضيفها وسائل الاعلام دلوقتي. طب احنا هنكمل بعد ان شاء الله الفاصل، هنتكلم بما ان احنا جبنا سيره الاعلام وكده، هنعرف التنبؤات والاستفهامات اللي كان بيقولها توفيق عكاشه قبل تغطيه الحدث اللي هو بتاع ضربه الجويه والحاجات دي، كان هو عارفها قبل كده. هنعرف ده بعد الفاصل. وقبل ما نطلع فاصل كلمونا على 011 1 760 1 760 وتابعونا واسمعونا على الفيسبوك، ساوند كلاود، يوتيوب، راديو MTI. ستقوم القوات المسلحة المصرية في تاريخ محدد وفي موعد محدد وفي يوم محدد بتوجيه ضربة عسكرية ربما تتحول فيها الرمال إلى نيران إلى القطاع الشرقي من دولة ليبيا. مصر هتدك الأراضي الليبية من أول الحدود وحتى غزة أو حتى بني غازي، المنطقة الشرقية بالكامل في ليبيا هيضربها الجيش المصري بلا هوادة، وهيبقى من الآخر كده بدون إنسانية. اعتبرني كذاب، خد كلامي وارميه البحر، ما تصدقوش دلوقتي. هنحارب مين؟ هنحارب الإرهاب في ليبيا. عندنا حرب في ليبيا بعد 6 شهور. سلاح وجنود وحرب زي 73 كده. تمام. بعد ما سمعنا المقطع ايه رايك في اللي بيقولوا التوفيق عكاشه مبجل؟ لا شوف حضرتك الاعلام القومي او الاعلام الخاص اللي له توجهات قوميه ممكن بيلعب دور. الاعلام بصفه عامه في العالم مش في مصر بس ممكن يلعب دور تسريبي. يعني هناك بعض المعلومات ممكن انا كجهه رسميه، انا بتكلم بصفه عامه ليس مصر فقط. تمام. وانا يعني انا عشت الفتره دي لان انا اشتغلت 7 سنين في اعلام رئاسه الجمهوريه. ما شاء الله. تمام. ولكني لست من الفلول يعني. تمام. ولا ما كانش حالي بقى كده. اجدع ناس. فاعرف جيدا هناك بعض التسريبات اللي بتهم الامن القومي. تمام. يعني انه مثلا تيجي كونداليزا رايس ايام زمان وتيجي تلتقي مع بعض مش عايز اقول الخونه، على بعض العناصر المعارضه اللي على استعداد انها تبيع بلدها في اجتماع سري داخل القاهره خلال زيارتها لمصر، وفاكر ان محدش شافها، فيطلع الامن القومي او القائمين على هذا الامن او على رئاسه الجمهوريه او غير ذلك انه بيطلب تسريب خبر بهذا الشكل. تاخد بالك؟ فده امن قومي. اذا هناك خلينا اكمل. اتفضل. ما تقاطعنيش. اتفضل. انا بس بدي فرشه علشان اعرفكم انه ممكن الاعلام يلعب دور بالتسريب، لكن انا مش معنى كلام ان اللي قاله توفيق عكاشه ده حد مسربه له. ده حدد المكان اللي اتضربت فيه الضربه الجويه، وحدد بعد 6 اشهر، وفعلا بعد 6 اشهر لو حسبناها. مش معنى هو اللي طلع قال الكلام ده. ثواني. هو اذا انا بتكلم بصفه عامه، يستطيع ان يستخدم الاعلام اللي له توجهات قوميه في تسريب بعض الامور اللي لها قد يكون القصد من وراءها ايجابي بالنسبه للبلد. تمام. توفيق عكاشه فيما يتعلق بالمعلومه دي ممكن يكون وصلت اليه معلومه بهذا الشكل عن اتجاه. خد بالك، مش انه يحصل كذا، لا، احتمال يحصل كذا. وعايز اقول لك حاجه، واللي قاله توفيق عكاشه ليس بغريب ولا مستغرب ولا يدعو للدهشه، لانه فعلا في ظل
تكدس الداعشين والارهاب على الحدود الشرقيه لمصر، وعمليات كل الاسلحه اللي في مصر دلوقتي في سيناء بسبب اللي حصل في ليبيا. اذا ما قالوا توفيق عكاشه يعني كان يستنتج انه هيحصل بالفعل، بس قال بعد 6 اشهر. يعني انا دي النقطه اللي هنا لغايه تخش دلوقتي في مش حته قادره. انه عايز اقول لك حاجه. انا كراجل امن برضو في بعض الامور والمؤسسات والاجهزه، انا ممكن اقعد معاكي واتكلم معاكي وتبقى عارفان ان انا فلان الاجهزه، واروح قايل لك في وسط كلامي كلمتين 3، تروح انت من ورايا كاعلاميه عاملاها كسبق صحفي واخداها وتستخدمها. طب وقال ان هيبقى في حرب زي ضربات جويه. لا هو قال بقى ان هيبقى في حرب، وهيبقى في ارهاب، هيبقى في السودان وفي ليبيا وفي غزه بالتاكيد. واحنا هو الوضع اللي فيه ليبيا دلوقتي لا هي قادمه على حرب، قد تكون حرب اهليه، قد تكون حرب دول جوار، وده نوع من الحرب. والحرب دلوقتي مش لازم تكون حرب، يعني الحرب العالميه الثانيه واللي قبلها الاولى حرب بين دول، لا الحرب هذه الايام حرب الجيل الرابع والكلام ده كله، ده حرب من داخل الدول بتتم. وهو ما يعني هي الولايات المتحده الامريكيه هذه الراس الافعى ان شاء الله ربنا يعني سوف تتهدم وتنهار من داخلها ان شاء الله. هي بتبحث دلوقتي عن حرب جديده جدا، حرب اللي هي الحاله النفسيه. إن هي انا اروح ابعت جندي ليه ومعده ليه انا اطلب من العناصر المارقة في كل دولة أن تقود هذه الحرب بإيديها وأن يقتلوا أنفسهم بأنفسهم. هذه هي نوع من الحرب الجديدة. فما قاله أو أشار إليه توفيق عكاشة أو غيره قد يكون بعض تسريب وبعض أشياء أخرى، لكن يعني وزي ما قلت لك أنه بعض الأجهزة فعلا بتستطيع أن تسرب لتهيئة رأيها. اشمعنى هو بقى؟ لا اشمعنى هو لسببين، بس انا مش عايز يعني لا الموضوع ده احنا اذاعه تحدى الجميع، فمش بنخاف من حد يعني. لا ما اقصدش خوف ولا بتاع، لكن هي احيانا لو راجل مسؤول عايز يسرب حاجه الواحد بيفهم قوي يمكن مش هتسرب. كفايه كده كلام. ايوه يعني حضرتك قصدك بكل وضوح. لا انا خلاص مش لازم نفصل. مش قصدي، لكن انا عايز اقوله انه لكن سواء بيقوم به بدام في خدمه الامن القومي اهلا به. تمام. يعني طب هو انا مع التسريبات اذا كانت مهمه للامن القومي، ومع اي جهد اعلامي لا يفضح الامن القومي. يعني لو كان اللي هيقوله عكاشه او غير عكاشه هيؤثر سلبا على الامن القومي فانا ارفضه تماما. طب ما عكاشه بيقول ان احنا داخلين على حرب زي 73. ربنا يعني ازاي؟ طب انت كده بتخوف الشعب وبتخوف الناس. ربنا يخيب ظنه في الحرب بقى، مش يا رب يا رب ان شاء الله. يعني يا رب ما يكونش في تسريبات يا رب. طيب في حاجه تاني برضو بيحصل في الاعلام حاليا، انه في ناس يعني في اعلاميين ما كانش شايفين الفيديو خالص وطلعوا على الهوا، قعدوا يتكلموا كلام غير تماما اللي حصل في الفيديو، وطلعوا زي عمرو أديب وكان خالد أبو بكر. ممكن نسمع الفيديو او نسمعه بعد كده نتعلق عليه. اوكي ماشي يلا بينا. هنا والناس اتريقت وقال لك عمرو أديب بيقول ان احنا هنحارب في ليبيا ولا نعمل ايه في ليبيا. ليبيا هي موجوده وواضحه والعدو واضح، وانت لازم تاخد قرار. انا عايز اشوف الحكومه وعايز اشوف الاداره. مفيش جدل، كلنا ورا بلدنا، ومفيش جدل كلنا ورا رئيسنا، ومفيش جدل كلنا ورا حكومتنا، بس انا عايز اشوف بقى حركه. اشهد ان لا اله الا الله. الولد بيتكلم والله العظيم، الله يكون في عون اهاليهم دلوقتي. الناس دي كلها دلوقتي ذنبها في رقبتكم. لازم المصريين يشوفوا حقهم. المصريين ما يتذلوش كده، المصريين ما يعوش الوقعه دي، المصريين ما يتضربوش كده ويسكتوا. انا مستني اشوف رد، انا مستني اشوف القياده بتاعتي اللي انا بثق فيها هتعمل ايه للناس دي. انا مستني هنقول ايه لاهاليهم اللي من يومين قلنا لهم ما عندناش شواهد تقول ان هم قتلوا. اهو مفيش اكتر من كده. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، اخر كلمه قالوها. ما حدش كان بيتشاهد يا خالد، دول كلهم اقباط، كلهم اقباط يا خالد. 21 قبطي كانوا كلهم بيقروا التراتيل الاخيره ليهم، والراجل يقول لك ايه، احنا مستنيين السيد المسيح اما ينزل. طب ورعايا المسيح دول
ده انت مقتنع بالسيد المسيح ورعايا المسيح دول اخبارهم ايه؟ اخبارهم ايه؟ انا بعد سمعنا الفاصل الفيديو الجميل ده، رأي حضرتك ايه بقى في آه. الفيديو ده؟ رأيي حضرته انه تضجين اللي بيعمله ده وده. يعني هو للاسف يعني المذيع بيتصرف كما لو كان عامل زي الدب اللي قتلت صاحبه. يعني انا مش فاهم بالزعيق والنطر والشخيط والاخ ابو بكر اللي هو مستضيفه بيقول كلام غريب جدا. يعني هل هو سمعهم بجد؟ هل هو متيقن من هذه الكلمات التي يتحدث عنها؟ يعني انا في تصوري انه الاعلام ليس بهذا الشكل. وبعدين كون الضيف معاه بيقول له يا حرام على اهاليهم وبتاع ايه، يعني بيحرض الناس يعني ولا ايه؟ يعني اساليب رخيصه جدا فعلا، واساليب سيئه، ويجب على الاعلام ان يترفع عن مثل هذه الامور تماما ويتناول الموضوع بشكل موضوعي دون اللعب بمشاعر الناس. ده بيلعب بمشاعر الناس، حرام. يعني وياتي بكلمات يعني انا مش فاهم هو سمعها ازاي دي. هو الوحيد اللي سمعها، ثم يتحدث قبل حتى ان يرى الناس بتتكلم. الفيديو اصلا يعني هم اخر حاجه في الفيديو كانوا بيصلوا وبيرنموا وكانوا بيقولوا يا يسوع. ده يعني في واحد من الشهداء كان وهو بيتذبح كان اخر حاجه قالها يا يسوع. يعني هو ما نطقش الشهادات اول حاجه. تاني حاجه بيقول لك ان اللي هو الرئيس بتاع داعش او الامير القائد بتاع داعش اللي كان بيتكلم بيقول انا مستني لغايه ما المسيح ينزل الارض. ما اتقالتش اصلا في الفيديو ده اللي قالها ضيف ده عمرو اديب بيقول ده اتقال ان امير داعش بيقول كذا كذا، ما اتقالتش في الفيديو. انا في تصوري ده سوء استخدام للوسيله الاعلاميه اللي بتدخل بيوت الملايين من الناس عشان الشهره يعني من اجل. وبعدين ما هو عمرو اديب ده والاسره كلها ايام حسني مبارك ما عارفين كانوا بيعملوا ايه، وهم اللي تولوا حمله حسني مبارك في الانتخابات والكلام ده كله. يعني على كل الازمنه شغالين. يعني انا بس يعني رفقا بهذا الشعب يا جماعه، رفقا بهذا الشعب ومن اجل الدولارز بتاع الفضائيات يتعمل فينا كده. لا يجب ان نكذب ونهيج. ده احنا كده بنقتل. ده احنا داعشين اعلاميين كده، مش ده داعش بقت في الاعلام كمان. فيجب على الاعلامي يتسم بالهدوء والموضوعيه ويبطل الشخط والنطير والزعيق. الاعلام ليس بالصوت العالي، لان هو ده نوع من ايه يعني تخدير الناس. ولذلك انا في تصوري يعني مش كل العقلاء الذين ينظرون مثل هذه الفيديوهات تمام، واي معلق واي مذيع لن يتحدث بموضوعيه وبعدين كل واحد معروف تاريخه في الاعلاميين، الهيستوري بتاع كل واحد معروف. صح اكيد. ده كان فين وكان بيعمل ايه وبتاع، كان بيقول ايه قبل الثوره، كان بيقول ايه قبل الثوره، ايام حسني مبارك كان بيعمل ايه وبعد وهكذا كله. المشكله ان الناس لسه يعني عارفه الكلام ده كله بس برضه لسه بتتفرج عليهم وبتصدقهم للاسف. هم عايشين اللي هو انا اطلع اصوت في الوقت ده اللي فيه هناك عقلاء فعلا في الاعلاميين بالزبط. وفي بعض القنوات عاقله وهادئه، لكن اي اعلامي يخرج عن كونه اعلاميا ويبقى مهيج ومحرض ومتخذ قرار تعرف انه ده فاشل ويجب الا ان ننصرف عنه تماما. تمام. انه ده بيربي راي عام على طريقه خطا، والنتيجه مزيد من التطرف، مزيد من الارهاب، مزيد من القتل، مزيد من كل حاجه. فما فعله هذا الاعلامي او غيره لا، ده ضد كل المبادئ والكود اوف ايثكس بتاع يعني القيم الخاصه، القيم الاعلاميه التي يجب ان يتحلى بها كل اعلامي حقيقي. تمام. طب ممكن ننقل حاجه تانية برضو. كان في استفهام كبير حصلت امبارح في المؤتمر الصحفي اللي حصل في ليبيا. رئيس مجلس الدفاع الحكومه اللي هو رئيس الدفاع اللي هناك في ليبيا بيقول ان كل اللي حصل الفيديو ده فيلم متفبرك وما حصلش اي حاجه في ليبيا ولا اي حاجه. طب ازاي؟ شوف يعني حاجه غريبه. مش هم بس، هو كذا قناه قالت تكلمنا على الجزء الخاص بغرب ليبيا. دول حكومه مناوئه للحكومه بتاعت ليبيا، حكومه عبد الله الثاني دي في شرق ليبيا وفي طبرق والكلام ده كله. في هناك اصل ليبيا فيها دلوقتي حكومتين وفيها جيشين وفيها حوالي اكتر من 100 ميليشيا وفيها
نزاعات كثيرة وفيها نزاعات قبلية كمان، الكلام ده كله. فكل واحد مغيب يطلع بكلام أهوج لمجرد أنه يخرج. ما لازم يقول أي كلام، لازم يقول حاجة. هيقول إيه؟ ما هو ده مدرسة قناة الجزيرة. يعني هو هناك في ليبيا في كذا يعني طبعا. في ليبيا ده يعني ده مش حاجة غريبة. مستنقع دلوقتي للميليشيات. غرب ليبيا غير شرق ليبيا. الحكومة هنا غير الحكومة، ان مجلس النواب هناك في حرب، يعتبر هناك حرب بين حرب دلوقتي شرسة جدا جدا بتاخدها المنظمات الإسلامية المتطرفة، وبيجي لها دعم من البحر ومن كل مكان، وبيحصل إبرار جوي لدول مارقة مثل تركيا والسودان للأسف وقطر، بيسقطوا أسلحة لهذه الميليشيات. كله بيهدم في ليبيا. يجب على الشعب الليبي أن يتوحد. أي نوع من هذا الكلام أنا ما بستغربوش. يعني هو أمال هيطلع يقول هيسقف لنا، هيسقف للضربات الجوية؟ طبعا لازم يقول لأ، لازم يرفضها. صح. ولأنه مش لاقي حاجة يقولها يقول لك ده ما حصلش، ده مفبرك. ده دليل ان كان في ناجي وحيد، في واحد نجا من حكى وروى كل حاجه. معانا حتى الفيديو، معانا حتى الفيديو بتاعه. للاسف ما هو هذا الناجي الوحيد جه روى كل حاجه. وبعدين ده الليبيين انفسهم اللي هم في منطقه شرق ليبيا، اللي هو القوات الليبيه بتاع الجيش ليبيا، هم الذي رووا الخسائر والمستشفيات اللي تنتقل اليها اهداف الضربات الجويه كلها معروفه. لكن هو ده الكذب المفضوح. طبعا. واحد مش لاقي حاجة يقولها. زي ما قالوا، طلع برضو مجموعة كده من غرب ليبيا اللي هي المحيطة بفجر ليبيا وغير ذلك، وقالوا انه احنا ضد الضربات الجوية على سيادة ليبيا. سيادة ليبيا ايه؟ هي فين ليبيا عشان يبقى لها سيادة؟ فعلا. اي اتفتت خلاص. ده حكومتك في غرب ليبيا، في غرب ليبيا بيطالبوا الجيش، قائد القوات الجوية في غرب ليبيا بيطالب القوات المصرية ونصور مصر الأشداء بإعادة الكرة مرة أخرى. احنا بنساعدك، لأنك لو أنت مش خايب وتخلص الإرهاب عندك كنا احنا دخلنا. لو أنت قادر تحمي نفسك وجماهيرك وتحمي ضيوفك، هؤلاء 21 اللي ماتوا والذبحوا دول كانوا جنود، دول مجرد ناس ذهبوا للسعي على أرزاقهم. تمام. مجردين من السلاح، إلا مجرد يده بيعمل بها، وقتلوا بدم بارد. هل أنت عملت فيهم إيه؟ هل حافظت عليهم؟ هذا يعمل من أجلك، حافظت عليه؟ لا. البيانات الكذوبة لا أندهش منها إطلاقا، ولا بد أن تكون هناك دعاية مضادة، وإن كانت أرى أن هذه الدعاية المضادة دعاية خيبة ولا أساس لها من الصحة، بتظهر لي مدى تفاهة قائله. وفعلا لو القوات الليبيه كانت فعلا قويه كانتش سمحت ان الطيارات المصريه تخش تضرب عندها، ولا ايه؟ كانوا هم قاموا بهذا الدور. صح. كانوا هم انا استغربت بالعكس، وبالعكس ده هم طالبين لمساعده مصر، ومصر احتراما لسياده ليبيا تمام لم تتدخل عسكريا اطلاقا، لانهم هي عايزه يعني ده قضيه تخص ليبيا. ده مبدأ مصري قوي جدا، عدم التدخل في شؤون الغير. تمام. ولذلك حينما تعرض مصر للخطر، لا، دم المصري غالي جدا. وانا في تصوري ان مصر دلوقتي قوية بما فيه الكفاية، وستقوى مرة اخرى لكي تجابه ليس فقط شرق ليبيا، تجابه ما هو ابعد من ذلك. تمام. وان شاء الله نحن منتظرين اي تعدي على مصريين او على الهوية المصرية او على حتى الهوية العربية اذا طلب مننا ذلك، سوف نتدخل بسرعة ونضرب بيد من حديد. ودي رسالة قوية لكل داعشي وغير داعشي. اكيد نفكر، ورسالة قوية لبتوع حماس كمان. طبعا. لا كفاية. ايه رايك في اشاعه طلعت بتقول ان القوات الجويه المصريه ما عرفتش تصيب بالظبط، يعني اصابت مواطنين من ليبيا؟ لا، ده مردود عليه. ده فعلا اللي اوضحه محمد حجازي المتحدث العسكري باسم الجيش الليبي في غرب ليبيا. قال اللي حصل، الضربات الجويه المصريه كانت متقنه بكل دقه، ولكن الداعشيين الدباحين والقتله عشان يلصقوا تهمه بالضربات الجويه المصريه اطلقوا بعض المدافع الهاون على مناطق سكنيه في نفس التوقيت تقريبا او بعديه بشويه، عشان يقولوا ان ده من فعال
الضربات الجوية المصرية. تمام. وسقط تقريبا طفلين أو سيدة أو حاجة زي كده، أو ثلاثة مدنيين. هؤلاء خارج نطاق مواقع الضربات الجوية المصرية. أكيد. تمام. وده بشهادة مين؟ المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي. شكرا لحضرتك. احنا الوقت جري بسرعة وكان في قضايا وحاجات كتيرة مفتوحة علينا. ان شاء الله هنكمل الحوار بتاعنا ان شاء الله في مرة جاية ان شاء الله. إن شاء الله. تحت أمركم. شكرا لحضرتك. كان بيشرفنا النهاردة الدكتور محمد المنشاوي، نائب رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط ومحلل شؤون السياسية. قبل ما اقفل معاكم نقول لكم كلمتين على السريع كده. مصر قوية، مصر ما بتخافش من حد، جيشها قوي، السيسي فوق الجميع، احنا مصر فوق الجميع، احنا كلنا ورا الجيش ورا السيسي، ان شاء الله هنقضي على الإرهاب. وشكرا.